اهلا بيكم في طاروت الامبراطور. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. الفيديو ده هيكون التوقعات العاطفية لبرج الدلو، طاقة مفتوحة. قبل ما نبدأ الفيديو ادخلوا على التعليقات واكتبوا يا رب بنية الفرج، وخدوا من الفيديو اللي ينطبق على حياتكم وسيبوا الباقي. برج الدلو، أنا شايف إن في حد فيكم ممكن يكون جواه إحساس قوي جدا بشأن أمر، يمكن بشأن مشاعر شخص أو نوايا شخص اتجاهكم، وانتوا ممكن تكونوا متعلقين بيه، وفي نفس الوقت انتوا في صراع مع إحساسكم ده، لأن زي ما يكون التصرفات أو الوقائع اللي بتحصل بتمشيكم في اتجاه أو بتوصلكم لنتيجة معينة، في حين إن إحساسكم أو مشاعركم أو في حاجة جواكم بتكون عكس الاتجاه اللي عقلكم بيوديكم فيه تماما. بس انا شايف ان الكروت هنا عايزة تمشي ورا احساسكم، وفي عندكم ثقة كبيرة جدا او ايمان كبير جدا ان في حاجة في الحب انتوا بتتمنوها هتتحقق. وصحيح الامر ده ممكن يكون انتوا على معرفة او على يقين ان ممكن يكون هياخد وقت كبير جدا، حتى اكتر من اللي انتوا راسمينه، سواء كراش وهيعترف بمشاعره، او سواء علاقة حب ان الشخص ده هياخد خطوة ويرتبط بيكم او يعرض عليكم الزواج، او يمكن ينهي الخلاف او ينهي بعد، او شخص بعيد عنكم وحاسين ان هو حتى لو الوقت طال الشخص ده هيرجع ليكم من تاني وهيرجع يكلمكم من تاني، ومهما كانت المشكلة كبيرة بس برضه هيجي الوقت والمشكلة دي هتنتهي والعلاقة هترجع من تاني. حتى لو كانت في علاقة ما بين اتنين فيها برود، هيجي الوقت والعلاقة دي هترجع أفضل من الأول كمان. وانا شايف فعلا ان انتوا محتاجين ان انتوا تتبعوا مشاعركم او احساسكم، لان ممكن يكون في حياة الشخص ده ممكن يكون في عنده مشاكل عائلية، او ممكن يكون عنده صعوبات او مسؤوليات او مشاكل حتى في شغله، او حتى مشاكل في نطاق الصداقة. بس انا شايف ان في حاجة كتير تعب الشخص ده، وزي ما يكون مأثرة على تفكيره وعلى حياته وعلى اهدافه وعلى مستقبله، او حتى على القرارات اللي هو ممكن يكون محتاج ان هو ياخدها. بس أنا شايف إن في خير، عشان كده باقول لكم اتبعوا إحساسكم، لأن في كتير منكم ممكن تكونوا بتستخيروا أو بتطلبوا إشارة أو علامة من ربنا إنه لو العلاقة دي فيها خير ليكم تكملوا، أو لو الشخص ده مكتوب ليكم تكملوا معاه. وأنا شايف إن انتوا بيجيلكم علامات أو إشارات أو إحساس إن في حاجة انتوا محتاجين إن انتوا تتمسكوا فيها بمشاعركم، وتتمسكوا بالشخص ده بإن انتوا تديله فرصة واتنين وتلاتة، لأن في حاجة انتوا حاسين إن هي هتتحقق، وفي خير هيجيلكم، وفي حاجة انتوا بتتمنوها أو نفسكم إن هي تتحقق، والحاجة دي هتيجي لغاية عندكم وهتجيلكم. بس هي هتاخد شوية وقت، وهتاخد طاقة صبر كبيرة، وهتاخد طاقة احتمال كبيرة، وهتاخد ان انتوا ما تفقدوش الامل وما تحسوش باليأس او بخيبة الامل. محتاجين ان انتوا تتمسكوا بطاقتكم الايجابية، ويبقى عندكم امل ان اللي انتوا بتتمنوها توصلوا له. يعني خلوا طاقتكم ايجابية عشان تجذبوا الحاجة اللي انتوا بتتمنوها بشكل اسرع. وصحيح الانتظار ده او ساعات الامور اللي انتوا بتمروا بيها بتأثر على مشاعركم او بتأثر على قلوبكم او بتخليكم تعبانين، بس انا شايف ان الشخص ده فعلا تعبان، والشخص ده اللي انتوا بتتمنوه او اللي نفسكم ان هو ياخد خطوة، او يمكن ينهي خلاف او ينهي بعد، او حتى ينهي طلاق ويرجع ما بين المتجوزين. بس الشخص ده فيه حاجات كتير ضغط عليه، ويمكن انتوا متعرفوش عنها حاجة. بس الشخص ده كتير تعبان ومشتت في الفترة دي، وكتير دماغه شغلاه وبيفكر كتير. بس على الرغم من التعب ده وكثرة التفكير، الشخص ده أو الهموم اللي هو بيمر بيها أو متعرض ليها، أنا شايف إن الشخص ده متوقفش لحظة عن إن هو يفكر فيكم، وإن هو يبقى مشغول بيكم أو بالتفكير فيكم. بل بالعكس الشخص ده أنا بحسه زي ما يكون عايز يروح لكم المكان اللي انتوا فيه، أو عايز يكون معاكم أو يقابلكم، أو لو حتى في اتنين بعاد عن بعض أو علاقة على السوشيال ميديا، أو يمكن كل واحد فيكم في مكان، الشخص ده يمكن عايز يقابلكم وعايز يكون جنبكم ومعاكم. وفي حاجة الشخص ده عايز يتأكد منها، ممكن عشان يتأكد من مشاعره أو يتأكد من إحساسه تجاهكم، أو يتأكد من صدق العلاقة أو من صدق مشاعركم. وانا شايف ان انتوا محتاجين ان انتوا تتخلصوا من الطاقة دي، لان الطاقة اللي انتوا فيها دي طاقة مؤذية، وانتوا حاسين ان من كتر الطاقة السلبية دي او من كتر خوفكم ان انتوا زي ما تكونوا قيدتوا نفسكم،
أو خنقتوا نفسكم بأفكاركم، وأنا قلت لكم إن في حاجات كتير مقيداكم بسبب التفكير. عشان كده من أول القراءة وأنا قايل لكم أنتوا محتاجين إن أنتوا توقفوا تفكير شوية، لأن التفكير كتير أرهقكم، ويمكن بيبقى فيه خوف وبيبقى فيه شك في دماغكم، وبيبقى فيه أفكار سلبية، في حين إن الوقائع اللي أنتوا بتمروا بيها غير كده خالص. لكن اتمسكوا بمشاعركم وبإحساسكم، لأن هو ده اللي أنتوا حاسين بيه، ونهاية تعبكم ونهاية صبركم هيكون بخير بإذن الله، وهيبقى فعلا هتكون في خير جايلكم، وهيكون في فرحة، وهيكون في عوض من ربنا ليكم، وهيكون في مفاجأة يمكن كبيرة ليكم، والسعادة هتغمركم وهتغمر حياتكم، وهتخليكم يمكن في أجمل أوقات حياتكم. وأنا شايف إن الشخص ده بيفكر فيكم ومشغول بيكم، ويمكن ساعات كتير بيكون عايز يكلمكم ويتواصل معاكم ويبعت لكم حتى رسالة، بس بيكون متردد أو ما بيبعتش الرسالة. يعني ممكن يكون بيكتب الرسالة وقبل ما بيبعتها بيمسحها تاني. بس الشخص ده كتير حاسس إن هو عايز يجري عليكم، وعايز يمكن يكلمكم، وعايز يمكن يقابلكم، وعايز يكون موجود معاكم. ويمكن الشخص ده بيحس براحة نفسية لما بيكون قريب منكم، أو لما بيكون بيتكلم معاكم. وأنا شايف إن الشخص ده فيه خطوات إيجابية عايز ياخدها، بس يمكن بسبب حياته أو الظروف اللي في حياته وأمور هو بيمر بيها معطلاه شوية عن إن هو ياخد القرارات دي. وأنا شايف لكتير منكم يمكن بسبب الانتظار ده، أو بسبب طول الوقت اللي انتوا انتظرتوه، أنا شايف إن انتوا خلاص مبقاش عندكم صبر أكتر من كده. والبعض منكم يمكن حاسس إن العمر بيجري والوقت بيجري بيكم، وخايفين تكونوا بتضيعوا وقت، وكل الأفكار السلبية دي مأثرة على البعض منكم. ولكن أنا شايف إن نهاية الأمر ده، أو على حسب التوقيت اللي ربنا شايفه صح في حياتكم، أو إن انتوا في حاجة معينة إنها تكون في حياتكم، أو إن هو يحقق لكم أمنية معينة. بس أنا شايف إن في سلام وفي خير وفي أمنية هتتحقق، وفي بداية جديدة هتكون موجودة في حياتكم بإذن الله. فما تقلقوش، وخلي عندكم أمل في ربنا، وخلي عندكم صبر، وخلي عندكم إيمان إن اللي جاي في حياتكم هيكون بإذن الله أفضل بكتير من اللي انتوا مريتوا بيه. ولو عجبتكم القراءة ما تنسوش ان انتوا تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة، ولو عندكم اي استفسار اكتبولي في التعليقات وانا هرد عليكم.